ابني كان زي الفل بيضحك وبيلعب وفجأة سخن ووشه بقى شاح ومش طايق نفسه. أنا قلت بس شكلنا اتحسدنا. ما تتسرعيش، اسمعي الفيديو للآخر عشان تعرفي تفرقي ما بين الحسد والتعب العيب. وقبل ما نبدأ ما تنسيش تعملي لايك وشير في سبيل نشر المعلومة المفيدة لكلهم. أيوة، الحسد مذكور في القرآن، مش خرافة ولا هزار. ربنا قال ومن شر حاسد إذا حسد، يعني في شر فعلا، بس ربنا علمنا إن احنا نحمي نفسنا منه. بس خلي بالك مش كل حاجة هنقول عليها حسد. ابنك ممكن يكون بيسنن، تعبان، جعان، سخن من التطعيم، كل ده ممكن يكون طبيعي جدا، مش الممرضة اللي طعمته حسدته. امتى نشك في الحسد؟ لما الطفل يتعب فجأة بدون سبب واضح ونعمل له تشيك اب كامل ويبقى تمام، والأعراض بتبقى غريبة ومستمرة. ساعتها بس نعمل ايه؟ نقرأ عليه قرآن، الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي، ونحافظ على تشغيل الرؤية الشرعية، ونروح للدكتور كمان، لأن الرؤية الشرعية مش بديل عن العلاج. القرآن شفاء والدعاء حماية والطبيب أمان. شاركي الفيديو مع كل أم في سبيل نشر المعلومة المفيدة لكل أم.